السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم هاد الفطائر اللي كيجيو بنانين. غادي نحتاج 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، اي دقيق بغيتو، وغادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال الخميره وملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف عليه ربع كأس ديال الزيت، وغادي نحرك هذا الشيء واحد التحريكه خفيفه، وغادي نضيف عليه واحد البيضه. هنا فاش ضفتها عاد بان لي بان فيها الدم لتحت حيدته، وغادي نضيف نصف كأس ديال الحليب وجوج كيسان ديال الماء الدافي. هنا ضفت في الاول غير كاس، من بعد هنا غادي نضيف كاس اخر وهي كتعجن. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال بيكين باودر، وغادي نضيف الكوب الثاني ديال الماء دافئ، وغادي نعجن هذا الشيء. غادي نحصلوا على العجينه تكون بهذا الشكل هذا، نغطيوها ونخليوها ترتاح وتختمر واحد شويه. وفي هذا الاثناء غادي ندوز باش نحضر الحشوه اللي هي فلفله خضراء وصفراء ومطيشه. تقدروا ديروا الانواع ديال الفلفله اللي بغيتو. قطعتهم بهذا الشكل هذا مربعات صغار، وغادي نضيف عليهم الجبنه. تقدروا تصايبوا في الدار اولا تشريوه، راه كيتباع، انا شريته، راه عندي الطريقه ديالو في القناه الا بغيتو تشوفوا كيفاش. فتفتو هكا غير بيديه، وغادي نضيفو على هاد المكونات هادو، وغادي نضيف عليهم واحد المعلقه ديال البقدونس مقطع، وغادي نخلط هاد الشيء، وغادي نضيف ملعقه ديال الملح. هنا انا ضفت غير الملح، اللي بغى يضيف الفلفل الاسود ولا بهارات اخرين يضيفهم، انا اكتفيت غير بالملح. دابا غادي نوضع شويه ديال الدقيق على داك السطح اللي غادي نبسط فيه العجينه من بعد ما اختمرات. هنا قطعت التصوير ديال فاش كنت كندلك العجينه ونبسطها، حيت الطبله غير ديال البلاستيك كتحرك الكاميرا. صافي بعد ما بسطتها هكا غادي نقطع دوك الجوانب باش نقادها، وغادي نوضع الحشوه بهذا الشكل هذا، نحاول نوزعها على العجينه. من بعد غادي نضيف جبنه الموتزاريلا من الفوق، اللي بغى يضيفها اللي ما بغاش اختياريه. وغادي نسد العجينه، نحاول نلويها بهذا الشكل، نلوي العجينه كامله على الحشوه. بطبيعه الحال ديك البلاصه اللي ما فيهاش الحشوه باش كتلصق لينا العجينه. صافي دابا غنبدا كنقطعها بهذا الشكل هذا، تقريبا تخليو واحد 2 سنتيم ولا سنتيم ونص. من بعد غادي ناخذ كل قطعه من هادو اللي قطعت، وغادي نضغطها واحد شي شويه، وغادي نحاول نسدها مزيان من الجوانب باش ما كتحلش. وصافي غادي نستمر هكا حتى كنكمل كاع هاد القطع اللي صايبت، ونوضعهم في الصينيه اللي غادي ندخلو الفرن. من طبيعه الحال ندهنوها بالزبده باش ما يلصقوش، وندهنوهم من الفوق بصفر ديال البيضه مخلط مع الخل، ونديرهم في الفرن يكون سخون حتى كيتحمروا ونحيدوهم. هادو اختاريت نديرهم على هاد الشكل. بسطت العجينه وشكلت دوائر، ووضعت الحشوه نفس الحشوه من طبيعه الحال والجبنه ديال الموتزاريلا، وغادي نسد هادوك الدوائر بهذا الشكل هذا. كيجيو حتى هما في المنظر رائعين، وحتى في النكهه كتختلف على الاخرين حيت كيكونوا محلولين. اما هادو كتجي فيهم ريحه الفلفله باينه بزاف وريحه الزعتر. انا صراحه كيعجبوني هادو مسدودين. صافي كنستمر هكا حتى كنسالي الكميه ديال العجين ديالي، وكنستفهم في اللاطه، وتا هما كندهنهم من الفوق بالصفر ديال البيض، ونرشهم بشويه ديال الزنجلان اختياري، وندخلهم في الران سخون حتى كيتحمروا وكنخرجوهم. وهذه هي النتيجه. الاشكال بجوج جاو رائعين، والمذاق رائع حتى هو، وما كياخدوش الوقت بزاف، سهلين في التحضير. ومن طبيعه الحال تقدروا تشكلوا الاشكال اللي بغيتو. هادو غير افكار، وانتم غادي تفننوا من طبيعه الحال بطريقتكم. هذا غير صورت لكم الصحن الاخر بالاضافه لهاد الكميه هذه باش تشوفوا الكميه اللي كتخرج من 5 ديال الكيسان. وهنا قطعت لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا رطب، جات خفيفه بزاف ورطبه بحال القطن. والمذاق ديالهم كما قلت لكم رائع، جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وبقى لي غير نقول لكم مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.